ها هو عمير بن سعد فتى جاوز 10 من عمره بقليل، مات أبوه وتزوجت أمه برجل يقال له الجلاس بن سويد، وكان الجلاس يحب عميرا جدا لذكائه وفطنته وإيمانه على صغر سنه. وعاد عمير بن سعد الذي كان يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما ولا يفارق مجالسه النبوية المنيرة، عاد في يوم من الأيام من مجلس نبوي كريم ليقص على زوج أمه الجلاس بن سويد ما رآه من مشاهد الإنفاق والبذل والصدق والعطاء، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين الصادقين من الصحابة بالإنفاق والبذل للإعداد لإعداد جيش العسرة، لتهيئة جيش العسرة. ورأى عمير بن سعد من مشاهد الإنفاق ما رأى، وعاد إلى الجلاس ليقص عليه، فقال الجلاس كلمة أخرجته من الإسلام من أوسع أبوابه وأدخلته الكفر من أوسع أبوابه. ماذا قال الجلاس بن سويد؟ قال لعمير: إن كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن أشر من الحمير. أعوذ بالله، الله أكبر. لو كان محمد صادقا فيما يدعيه فنحن أشر من الحمير. واحتقن وجه عمير واحتبس فيه الدم، ونظر إلى الجلاس بن سويد نظرة عجيبة وقد طاش عقله لما سمع، وقال: يا جلاس، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ والله ما كان على ظهر الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحب إلي منك، ولقد قلت الآن مقالة إن قلتها فضحتك، وإن كتمتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني. الله 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 الله. وإن كتمتها خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني. لا تكتم الحق وأنت تعلم الحق، قل الحق، لا تكتم الحق، وإلا فأنت خائن للأمانة، وأنت مهلك لنفسك ودينك، وأنت تعلم الحق. فلما التلبيس؟ ولما الكذب؟ ولما الضلال؟ ولما البهتان؟ فالدنيا إلى زوال والكراسي إلى فناء. وانطلق عمير بن سعد إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول الجلاس بن سويد: إني ذاهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره بما قلت، فكن على بينة من أمرك. وانطلق عمير وقص على الحبيب ما قاله الجلاس، فأجلسه النبي إلى جواره فتثبتوا، وأرسل النبي أحد الصحابة ليأتيه بالجلاس بن سويد. فجاء الجلاس بن سويد ووجد عمير بن سعد جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم النبي على الجلاس بقول عمير، وإنما قال: ما مقالة بلغتنا عنك عن طريق عمير بن سعد يا جلاس؟ وذكر النبي له مقالته. قال: لا والله ما قلت هذا يا رسول الله، كذب علي عمير بن سعد، أحلف بالله يا رسول الله ما قلت شيئا من هذا. والتفت النبي إلى الفتى المبارك عمير بن سعد، وإذ بالدموع تنهمر مضرارا على وجنتيه، وصدره يعلو ويهبط لهذا الموقف الشديد القاسي، ولكن هذا الفتى الذي علق قلبه بربه جل وعلا ناجى ربه بهذه الكلمات العجيبة: اللهم أنزل على نبيك بيان ما تكلمت به. يا الله. ويستجيب الملك دعوة هذا الفتى المبارك، وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة في نفس المجلس، ويسرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فصرخ الجلاس بن سويد: صدق عمير يا رسول الله وكذبت أنا، أتوب إلى الله، أتوب إلى الله. يا لها من كلمات صادقة. فيمد النبي يده إلى أذن عمير بن سعد ويقول له بلطف وحب وحنان: وفت أذنك ما سمعت،
وصدقك ربك يا عمير. هل وقفت على خطر الكلمة؟ هل وقفت على حقيقة الكلمة، على معنى الكلمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باله فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باله فيهوي بها في جهنم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ما ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، وفي لفظ يفضحه في جوف رحله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هل وقفت على معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الكلمة الطيبة، كلمة الحق، كلمة التوحيد، كلمة الذكر، كلمة الأمر بالمعروف، كلمة النهي عن المنكر، كلمة قراءة القرآن، كلمة الدعوة إلى الله جل وعلا، كلمة الخير. وأسأل الله أن يحفظني وإياكم من كلمة الشر، من الكلمة الخبيثة، كلمة الكفر والنفاق والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الخلق، وشهادة الزور والغيبة والنميمة والقذف والبهتان والإثم والبغي إلى غير ذلك. نعم، الكلمة خطيرة. تعالوا بنا بعد هذه المقدمة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه، تعالوا بنا لنختار كل ليلة بإذن الله جل وعلا كلمة واحدة لنقضي معها هذه الأمسية الرمضانية الدينية الطيبة. وأسأل الله سبحانه أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام والصلاة وسائر الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم بخير، جمعني الله وإياكم دائما على الحق والخير والهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المكارم للجوامع ترجع، والفضل ينسب للرسول ويرجع، هي مفردات سابحات كالهدى، أو كالتقى تسع الجمال وتلمع. لفظ الجلالة نوره وجلاله، يعلو على أعلى الوجود ويرفع. ومحمد بكماله وجماله خير الورى وهو النبي.